انا اخويا الكبير صعبان عليا جدا. الواد يا حبة عيني كان فاضل سنة ويخلص الجامعة ويروح يقدم في الجيش، والمفروض انه كان هياخد اعفاء ومش هيدخل الجيش اصلا عشان هو الولد الوحيد على 4 بنات. بس بابا وماما كان عندهم رأي تاني وقرروا يفاجئونا ويجيبوا عيل في الوقت البدل ضايع، وتحسهم كده كانوا ظابطين ميعاد الولادة على الميعاد اللي اخويا هيقدم فيه للجيش. ساعتها اخويا كان مصدوم وقعد يفكر لحد ما طلع بحل غريب تحسه طالع من دماغ واحد عايش في كوكب تاني خالص. تخيل معايا بقى، راح قال لهم ايه لما ماما خلفت؟ راح واتكلم مع بابا انه يسمي الواد رضا، وقال له اسمع يا حاج، احنا مش هنسجله دلوقتي انه ولد، وهنقول لهم انه بنت لحد ما انا اروح اقدم واخد الاعفاء، وبعدين نرجع نصحح ونقول لهم سوري يا جماعه بس انتوا مسجلين جنس الطفل غلط وهو طلع ولد مش بنت. بس طبعا بابا مفيش حاجه بتعدي عليه وما اقتنعش بكلامه، وبدل ما يساعده راح مبلغ عنه بنفسه. ومن ساعتها والواد يا عيني حاسس اننا غدرنا بيه. بس بجد الموضوع مخلينا بقالنا اسبوع كامل كل ما نفتكر اللي حصل له بنموت على نفسنا من الضحك.